يطبل للفساد، يريدون من الريف أن يركعوه، يريدون من الريف أن تأتي بطريق الخليج وتغتصب نساءنا وتغتصب أطفالنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم يقولون الله أكبر. إذن هل المساجد لله من المخزن؟ لو كانت له الجرأة ويدعي نفسه إمام لقال كلمة الحق، لا نريد تملقا. أعلم ما أعلم وأعلم منك، أعلم منك، أعلم منك. خي ناصر، كمل خي ناصر. دعوه. أقول لك ما قاله عمر رضي الله عنه، قال إن رأيتم مني اعوجاجا فخوبوني. هذا أمير المؤمنين رضي الله عنه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. هذا ما روي في كتب السنة. دعك من الجهل. والله ثم بالله لولا غيرتنا على كرامة المنطقة ولولا حرصنا على عرض نسائنا لما توهجتنا اليوم لفتح هؤلاء. الفتنة هركنا من الفتنة. ما معنى الفتنة؟ ومعظم الشباب لا يشتون قوتهم. معظم الشباب هشروا ثم جوج كلمات يقول لك الفتنة. أي فتنة من العري على التلفاز، أي فتنة مواسيم بملابس عارية بأجسام عارية على قنوات الدولة تحسب نفسها دولة إسلامية. لا أبدا، لن نصبر ولم نركع إلا لغير الله. خطبة علاش؟ لأن المخابرات اتفقوا اليوم كلهم بس حيث الله سبحانه وتعالى جعل من هذا الحراك الشعبي عظيما مباركا مقدسا. لماذا؟ لأننا نطالب بأبسط حقوق العيش الكريم. فيأتينا دجال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي أئمة مضلين. ها هو الإخوة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كانت تخشى منه الشياطين ولم تكن تستطيع هذه الشياطين. وكان كيقول إذا رأيتم مني اعوجاجا، كان يقول إذا رأيتم مني اعوجاجا فقوموني. ولا يمنع سرنا على نهج أمير المؤمنين، رأينا منه اعوجاجا، فكان يعطي وهي وزارة المافيا. فريد وكان يقول: شوف عرفتي والله لا أخشى في الله لومة لائم. نيش أريد مرضاة الله ولا مرضاة اعتقلوني، اقتلوني، اذبحوني، لا خير. ولكن كل ما هنالك، ولكن فقط كرسالة. عرفتوا شنو دار هذا؟ أولا للفتوى شروط، للفتوى وضعها الشرع شروط. فكان يفتي يتفق مع المخزن لاغتصاب نسائنا ومحاصرة شبابنا من أجل اعتقالهم باسم الدين، والدين براء منهم. فالدين
أتى من أجل محاربة الفساد والطغيان، ونحن على نهج أجدادنا. حفظكم الله ورعاكم. الفتنة نار فاتوغا السيوي الشيء سواء الفتنة نار